استحملني معلش شويه. نامل ان تكون هناك قرارات ثوريه، يعني حملات ساخنه، سيادتك في الشارع والناس في الشارع ورؤساء الاحياء في الشارع وبيتحركوا وبيعملوا، نحس ان البلد بتتغير. انما الكلام اللي سيادتك بتقوله دوت سمعناه قبل كده 50 مره، معلش ما تزعلش مني. سمعناه قبل كده ان احنا بنسوي وبنعمل. اسمع بقى، دي واحده سمعته من مين 50 مره؟ انا ما اتكلمتش معاك، انا اول مره اتكلم معاك. من محافظين كتير قبل سيادتك. لا سيبك محافظين تاني، انا اول مره بتكلم معاك. طيب ما انا عارف. واول مره بقول لك على خطتي. هو انت بتزعل ليه من النقد؟ لا ما بتزعل ليه يا بزعلش. سياده المحافظ من النقد؟ انت بتقول لي لا ما بزعلش، انت بتقول لي بقى لك 50 اصل احنا مره سمعنا الكلام دوت 50 مره قبل كده، انت سيادتك ما انا اول مره بتكلم معاك 50 مره. ايوه يا دكتور. 50 مره بقول لسيادتك ايه؟ انا اول مره بتكلم بقول معاك. لسيادتك ايه بس ما تتعصبش، صلي على النبي. لا انا ما بتعصبش، انا بقول لك طب انا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه. 50 مره سيادتك قبل ما تبقى محافظ ما سمعتش الكلام دوت؟ لا ما سمعتوش. يبقى ما كنتش متابع. لا ما بتابعش. لا ده اتقال في كل المحطات، انت بتزعل بس. انا ما سمعتش الكلام ده 50 مره، انا اول مره. احنا كشعب يا سياده المحافظ سمعناه 50 مره. احنا كشعب سمعناه، الشعب كله سمع الكلام ده. طيب بعدين سيادتك ما تزعلش مني، انا بقول لك احنا عايزين نصلح البلد سوا، فارجو ان انت ما تعصبش. وانت شايف ان احنا ما بنصلحهاش سوا دلوقتي؟ لا عايزين يعني ايه انا يا سياده المحافظ؟ انا هقول لسيادتك، اما اعمل ورشه عمل الاسبوع اللي فات واجمع كل الناس اللي هم متخصصين، واجمع جمعيات اهليه واجيب مواطنين ونقعد كلنا مع بعض ونتكلم نشوف ايه اللي ممكن نعمله. ده مش تغيير؟ اللي بيني وبين سيادتك. اسمعني والنبي اديني فرصه اتكلم. اتفضل. الكلام ده حضرتك سمعته قبل كده؟ سمعت ان محافظه القاهره عمل فيها ورشه عمل وجمعوا فيها الجمعيات الاهليه وجمعوا كل المواطنين. ايوه يا فندم، عشان نتناقش كلنا نحل المشكله دي ازاي. ايوه يا فندم سمعته من الدكتور عبد العظيم وزير، سمعته يا فندم. وما نفعش؟ وقلناه في التلفزيون. وما رحت نفعش عملت اجتماع انا شخصيا سيادتك، عشان بس ما تبقاش يعني انت غضبان قوي كده. انا شخصيا سيادتك رحت قابلت المحافظ. سنه بنعمل الكلام ده. ما انا هقول لك ونسكت يعني ولا هقول لك يا دكتور، هقول لك يا دكتور. انا رحت قبل كده قابلت المحافظ وقابلت السياده الوزيره فايزه ابو النجا، وقعدنا نعمل مشروع وبتاع كله برضه بخصوص الزباله. لكن الاشياء زي ما انت بتقول لي سيادتك كده. لما نعمل مثلا مدينه نصر ونقعد فيها شهر، هنوصل لشبرا امتى؟ السنه الجايه. ده اللي انا بقوله لسيادتك، ده اللي انا بقوله لسيادتك، ان انا بقول لك انا عايز قرارات ثوريه ننزل نشتغل في كل الاحياء. بس فرصه اتكلم. طيب اديني فرصه اتكلم يا فندم. انا مديك فرصه كامله اتكلم زي ما انت عايز. انا قلت لك انا هعمل التجربه لمده شهر، والله اذا نجحت هبتدي في كل الاحياء في نفس الوقت. خلاص ده سياده المحافظ، بيني وبينك نشوف الشهر دوت ونشوف شهر الفات. لا ما تقوليش بيني وبينك، احنا يعني ناس مسؤولين وعارفين احنا بنشتغل ازاي، وحضرتك مش بتقيم شغلي لو سمحت. لا اقيم شغلك طبعا. لا مع السلامه يا فندم، متشكرين. مع السلامه، شرفت سياده المحافظ. اذا كان سياده المحافظ شايف ان الاعلام ما يقيمش شغله، امال مين اللي يقيم شغله؟ واذا كنا احنا شايفين الزباله في كل حته في القاهره ولم يحدث اي تجديد ولا اي تغيير، والمسؤول العصبي يعني ده يقول لكم انه مثلا بتوع السلام اللي مرميين قدام التلفزيون دول هيروحوا امتى؟ ما لحقتش اسال سياده المحافظ السؤال ده. احنا مش بنحاسب، الاعلام ما بيحاسبش، انما يقيم، ويقيم الشغل اللي هو عيني عينك. هل في حد في مصر ما بيشتكيش مش زباله؟ سياده المحافظ شايف انه لسه هيعمل تجربه في مدينه نصر تقعد شهر، وبعدين يعمل كذا وبعدين يعمل كذا وبعدين يعمل كذا. ده اللي احنا بنقوله النظام الروتيني والتقليدي، ان المسؤولين مش ثوريين. ده اللي احنا قلناه، ان الثوره جابت عصام شرف وجابت مسؤولين ما لهمش دعوه بالثوره، ولسه بيقعد هيعمل لجان وهيعمل حاجات وهيعمل بتاع. على كل حال انا اسف على الحوار اللي عمله سياده المحافظ، انه تقريبا قفل السكه في وشي، انها مش مشكله. لقائنا القادم مع